على كرسي، على كرسي يا رسول الله ماشي يسترزق يروح لي 100. ما حاجتي حتى بشيء، أنا ما طالبة كان حق راجلي ياخذوا له حق ويظهروا له حق، وهذاك اللي طالبته. أخفاها الحقيقة هذه ما نعرفش علاش يغطي عليه، شنيا السبب الله أعلم. عسلامة، أنا زوجة المرحوم مراد الحوجي اللي تضرب نهار 22 جويلية توا الله يرحمه. اللي صارت له لاكسيدون في النقل الجماعي نتاع باب عليوة، اللي النقل اللي يهز فوشانة محمدية بالطبيعة يجي على كبارية وابن سينا. أنا في الخدمة كلموني على نمروه مع 11:30، هي اللاكسيدون صارت يمكن مع 10:07 10:11 غربا حاجة كيف هكايا صارت. كلموني قالوا لي إجانا راهو راجلك جانا في غيبوبة، إذا كان أنت تعرف الرقم هذا. قلت لهم هذا رقم راجلي، قالوا لي إجا راهو جانا في غيبوبة. احنا من الأول ما عرفناش اللي هو مضروب، ما جا حتى حد وقال لنا اللي في النقل الجماعي مشى على روحه، صارت المشكلة في كرهبته، عبى الركاب نتاعو ومشى، كان يأكل الإنسان هذاك ماهوش بشر. من بعد 3 أيام ولا 4 أيام احنا نخزروا العينيه الزرقاء، نخزروا عنده تخبيش في ظهره، ثم بلاصة في وجهه. بنتي شاكية تعمل له يا خالي بابا مضروب بابا مضروب. خويا خذاه مشى بكلامها وللشي هذا أكدهولنا زاد الطبيب قال ثم ضربة كبيرة في مخه، راهو ثم ارتجاج، والارتجاج هذا يسبب له في إعاقة في بدنه كامل، لا يتكلم لا يتحرك مسكين. الله يرحمه، هو ربي كاتب له، أما حسبي الله ونعم الوكيل في الإنسان اللي تسبب له في الشيء هذا. الإنسان هذا ضميره ميت، ما عندوش لا إحساس لا ضمير، والناس الأخرى زادوا عاوناو وخفاو الحقيقة. الشفار السمسار أنا مشيت له حتى للدارو قدام مرته قدام عائلته، قلت له بربي أنا ما طالبة منك حتى شيء، كونك تقولي على حقيقة لا تجي معايا ولا تجي مع الإنسان اللي ضرب، قول له حقيقة. هو أخفاها الحقيقة هذه ما نعرفش علاش يغطي عليه، شنيا السبب الله أعلم. هو حتى هو في حالة فرار، توا مازال في حالة فرار، ما سمعتوا حتى شيء. ما سمعنا حتى شيء. احنا حتى كشكينا يلزم شكون تعرف عليه والا هو يفيق، هو ما فاقش، ما خذينالوش حقه. ان شاء الله انا نطلب من كل السلط اللي تعاوني وياخذوا لي حق راجلي. ما حاجتيش لا حتى بإعانة، ما حاجتي حتى بشيء، أنا ما طالبة كان حق راجلي ياخذوا له حق ويظهروا له حق، وهذاك اللي طالبته سواء من رئيس دولة سواء من الأمن من النيابة العمومية من وزارة الداخلية. احنا عندنا أمن ما شاء الله عليه، يحب يخدم يوصل ويجيب يظهر لنا حقه، واللي يسقط على الحق كان الشيطان الأخرس، هم ظلموه. ينجموا يكونوا شركاء في جريمة، ينجم مادام خفوا الحقيقة وما حتى حماية باش يسحفوه ويهزوه، لا راهي ثم حماية مدنية متعدية من الصدفة هزاته، ثم بنية وثم راجل كبير، هذوما أكثر ناس حكاو اللي خرجت له دبوزة برفان من ساكا وتفيق فيه، وثم راجل كبير وثم شفار من هذوكم يعرف راجلي ويعمل له يا عياري فيق يا عياري فيق ويشرب فيه في الماء. قد قاعد مضروب. راجلي يمكن حكاية ساعة مضروب وطايح، وهو مشى هز كرهبته الشفار هذايا ومشى يخدم على روحه، كان له بشر عليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا مشيت له حتى للدار وقلت له راهو ربي سبحانه وتعالى نهار اللي باش تموت وشهاده مدير راك ما تنالهاش، خاطرك خفيت الحقيقه عليه. شني الشيء للامن يعملهم انا مش موجود، وجابوا له شخص هذا قالهم انا ريته هارب، ومن هكا يعملهم انا راني بنتي قالت له نوريك التصويره وتعرفوا السيد هذا ولا لا، قالها هو
ولكن كي مشى للحاكم قال له: علاش؟ خاطر السيد هذا بوكسير، خايف منه، الله أعلم شنو اللي صاير فيه. علاه؟ حسيبهم ربي، ضروه وضروني، من نهاري سكروا لي داري، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. عليه؟ حرام عليهم، عليه شنو اللي عمله لهم؟ على كرسي، على كرسي يا رسول الله، ماشي يسترزق يروح لي ميت. عليه؟ شنو الشيء اللي عمله له؟ حتى لو كان هذاك استفزه. وشنو يخدم؟ هو يخدم دهاء، يخدم دهاء باش تقابله هو كليون باش يدهلو دارو. الكليون هذا جاي من الحمامات، خاطرو انسان ثقة وخدم له قبل ويعرفه، حب باش يعاود يهزو لدارو في الحمامات ويخدم له. ما راني كان السبيطار طلبوني قالوا لي اجا يا مدام، من نهار فاقد الوعي، من الاول في غيبوبه في غيبوبه. الطب قالوا لنا راهو اذا كان منع من الموت راهي بتسبب له حاجات اخرى. وفعلا الكلام اللي قالوه لي الطب انا مشيت عليه، مشيت عليه. صيح راجلي لا يتحرك، روحت بيه للدار لهنا. الشهر اللي بقاها معانا كل يوم نتاع كي يجيه للدار تعمل اللي نتاع فرملية تبدله في الفصمات تجيه كل يوم للدار. لكن ربي حبك اجر ثم فروريه، خاطر الإسعافات الأولية ما سعفوهوش، خلوا الردين عاود باش يخرج لبرا، هبطلو على رواريه، سبب له في الجرثومة، السخانة 40، الأكسجين يتيح. أنا ولاد الحلال ما خلونيش، يرحم الله والدين، باركوا عاونوني معنويا ما نحكي لكش، عاونوني بالكدا. ناس وقفت معايا، اللي جابلو الفرش، اللي جابلو الجراية، اللي جابلو الأكسجين، اللي دواه ببلاش، اللي عملوا معايا، الله يبارك كل إنسان ويجازيهم ربي خير. ثم ناس ضميرهم حية، ناس تحب تعمل الخير، وثم ناس تستنبط كان الشر، واللي يستنبط الشر ان شاء الله ربي انا وراهم وربي يرعاه. هم سكروا لي داري، انا نقول لهم كان حسب الله ونعم الوكيل فيهم. ونطلب من اي انسان عنده اي معلومه ويعاونني بها ان شاء الله ربي يجازيه كل خير. راجلي صغير يتموا لي وليداتي، من نهار يسكروا لي داري، الله يسامح، الله يسامح. هذا اللي انا نطلب. انتم ابار السيد الوالد الله يرحمه اللي يخدم، ما شكون يخدم اخر؟ لا كان انا، اش تخدم انت؟ انا نخدم في معمل. وظروف المادية سبب؟ والله انا نقول الحمد لله، ما نقول شهريتي راهي انسان نخدم في اندماج، ما نجي نخدم في حاجه كبيره، ظروفي على قدها، اما مستوره والحمد لله. عمري ما نمد بعرق جبيني، عمري ما نمد يدي لاي بشر. شنو طلباتكم في الاخير؟ طلباتي ان شاء الله ربي ظهر له حقه، ما طالبه حتى شيء، طالبه الدوله، وزاره الداخليه، الناس اللي تخاف ربي تقف معاي، ما طالبه منهم حتى شيء. هذاك اللي طلبوا ظهروا له حقه، لو إذا كان ما ظهرولوش حقه في الدنيا تو ربي يظهر حقه في الآخر. واللي يسكت على الحق كان الشيطان الأخرس، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هذاك أنا ما نقول، وتو ربي سبحانه يظهر له حقيقة إن شاء الله يا رب، إن شاء الله الله يرحمه، إن شاء الله مثواه الجنة، وإن شاء الله ربي ثبته عند السؤال. هو ابتلاه ربي، أما أنا نحب زاد ناخذ له حقه، أنا راضية باللي عطاه لي ربي، واللي عطاها ربي هذيك أنا راضية بيه، نحمد ربي نشكره اللي أنا وليداتي ما قصرنا معاه في شيء. ولادك مازالوا يقراو؟ عندي بنتي مازالت تقرأ، وولدي عندي في عامه في الجيش. ربي معكم. عايشك ربي يبارك لك عاش ولدي، الله يرحمه.